Hey guys، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل بلانر مع بعض لسنة 2023. هنستخدم اول حاجة دفتر للبلانر يكون مخصص لي. انا كنت شارية الدفتر ده مخصص للفيديو مخصص للبلانر عشان اعمله معاكم. بعد كده هستخدم قلم، اي قلم عندكم عشان تكتبوا جوه البلانر. كمان هستخدم الوان اي نوع، خشب، مية، اي نوع. انا هستخدم الالوان الفلوماستر او الالوان الماركر. هبدأ أول صفحة في الدفتر وهكتب فيها رقم أو السنة بلوجو كبير كده، سنة 2023. فبدأت أول حاجة أرسم الديزاين أو أرسم 2023 بالرصاص عشان لو كان في أي غلطة أقدر إني أمسحها عادي. بعد كده هحدد عليها باللون الأسود والونه باللون الاسود. فكره انك تعملي بلانر للسنه دي فكره حلوه جدا، تقدري فيها انك ترتبي افكارك، كمان تحطي اهداف للسنه دي، تكوني اكثر انتاجيه من السنه اللي قبليها. فانا حبيت الفكره جدا وقررت اني احط بلانر للسنه دي واخطط فيها واحط اهداف فيها والتزم اكتر عشان اشوف هل انا هتطور اكتر في السنه دي عن السنه اللي فاتت ولا مفيش اي حاجه حصلت. فحبيت الفكره جدا وقلت اني اصور فيديو معاكم واعمل بلانر معاكم واخطط فيه. بعد كده جبت اي لون اصفر، لون بينك، وعملت فيه مربعات او مستطيلات زي ما انتم شايفين كده، وهكتب فيها عبارات محفزة زي be you for you love yourself. كده عبارات محفزة تحفزك انك تخططي كل يوم وكمان تحققي اهدافك يوم بعد يوم. فجبت القلم بتاعي وهبدأ اني اكتب عبارات محفزة. ممكن انكم ترسموا ورود، تكتبوا مثلا ايات قرآنية زي ما انتم حابين، يعني رسمي حاجة او اكتبي اي حاجة تعبر عن شخصيتك اكتر، لان ده في الاول وفي الاخر بلانر بتاعك وانتي اللي بتحددي الديزاين بتاعه هيكون عامل ازاي والشكل بتاعه هيكون عامل ازاي. وبدأت اني ارسم ورود صغيرة باللون الاسود فهداها شكل حلو اكتر. واكتشفت اني صورت الفيديو بس ما لقيتوش نزل في الاستوديو عندي، فقلت اوريكم الشكل النهائي. كتبت 2023 جولز يعني اهداف 23، وكتبت عبارة محفزة وحطيت شوية ستيكرز كانوا مطبوعين من عندي. بعد كده هبدأ اني ارسم سحابة او ممكن ترسمي وردة باي لون. انا رسمت باللون البينك، وهنا في السحابة بدأت اني اكتب شوية اذكار زي سبحان الله والحمد لله عشان يحفزني اني اقولهم على طول كل يوم. وكمان انتوا لازم تلتزموا باذكار الصباح والمساء، وانا هبدأ اني التزم معاكم ان شاء الله. فده هو الشكل النهائي، بجد الشكل كيوت جدا. رسمت بطيخة باللون البينك مع انه لون احمر بس عادي. بعد كده صفحت صفحة وهبدأ اني اعمل خانات عشان اكتب عليها اسماء شهور كل سنة واكتب تحتيها الايام بتاعة السنة، بس ارقام بس، يعني مش اسامي الايام بس، خانات عشان اكتب الشهور. وهنا دي صورتها عشان انا معرفتش اصورها. وبس ده الشكل النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه وما يكونش تقيل قوي، يكون قصير خفيف كده. وبس بحبكم جدا وباي باي.